السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة عندنا فكرة جديدة. يعني متابعين رشحوا لي فكرة جديدة للقناة بتاعتي. بدل الوصفات والأكلات وكده عايزين تبقى يعني دردشة وكلام يعني يسألوني شوية بعض الأسئلة وكده. فأنا قلت إن احنا نعمل برنامج جديد اسمه كندا بتكلمك فون. وقلنا يعني نكلم أصحابنا اللي بيبعتوا لي التعليقات الجميلة بتاعتهم. والنهاردة إن شاء الله في صديقة للبرنامج بتاعي ولقناتي اسمها شيماء. هتصل عليها إن شاء الله معاكم النهاردة ونكلمها، وهي عندها أسئلة حابة إنها تسألها لي. وطبعا أي حد حابب يسأل أي حاجة يبعت لي الأكاونت بتاعه على الخاص عندي. وأنا أتصل بيه إن شاء الله بإذن الله. دلوقتي هنتصل بشيماء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا مدام هناء معي. اه الحمد لله مدام هناء. الحمد أنا لله. مبسوطة جدا إن أنا بشوفك. وانا كمان مبسوطة و- بحضرتك، وانتي صديقة البرنامج بتاعي وشكرا على الفكرة بتاعتك ان احنا يعني نعمل فكرة جديدة، اتصال ودردشة وانا حابة. فعلا يعني التواصل ده حاجة، يعني حاجة حلوة جدا. وأنا حبيت لما شفت اللايف بتاعك، حبيت قوي إن أنا أشاركك وأشارك معاكي الله يخليك. وكمان كان معاكي مدام برضو عسل كده. آه، يعني ما شاء الله عليكم، دمكم زي العسل وبتعملوا حاجات فعلا. يعني انا عايزه اقول لك حاجه، انا من فتره كبيره من سنين كان كان نفسي قوي يعني فكره، يعني كانت يعني بفكر جامد جدا ان انا اسافر بره. مم. بس ولما شفتك انت عامله لايف بتورينا قد ايه الناس منظمه، قد ايه الشوارع جميله، قد ايه الحياه حلوه. مم. بصراحه رجعتي لي الفكره تاني، يعني خليتيني صحصحتي الفكره وشعشعتيها في دماغي تاني. فانت كده لعبتي في دماغي تاني، فاحنا ممكن بقى يعني نفضل نتواصل ان شاء الله معاكي دايما، ان بحيث شاء ان الله. انت تورينا واحنا تحت الايجابيات امرك. الاكتر واحنا تحت امرك، ميرسي. لو حبيتي تيجي برضو هنا احنا تحت امرك يعني في اي وقت طبعا. لا اتفضل. يعني مش عارفه اقول لك ايه على خدماتك، بس يعني برضو عايزين، يعني عايزاكي تعملي لنا لايف كده تعرفينا برضو الحياه عامله ازاي. يعني برضو انت عارفه دي حاجات بالنسبه لنا يعني مش فاهمينها قوي. امم. بس ممكن نقول الحياه حلوه، ده الحياه جميله هناك، ده اللي بيسافر بره. لا، عايزينك امم. تعملي لنا لايفات حقيقيه، يعني تقولي لنا ايه السلبيات ايه الايجابيات، بحيث ان انت تعيشينا اكتر، يعني بحيث اللي عنده فكره ومصر لا يروح بجد بقى. يعني تشوفي لنا اي حل بقى عشان يعني ان شاء الله ان شاء نسافر الله. يعني. طب انت عايزه ايه الايجابيات والسلبيات من ناحيه ايه بالظبط؟ يعني من ناحيه ايه يعني؟ يعني في يعني هل انا لو سافرت هل انا لو اتفضل. سافرت ممكن اجد مثلا عمل بسهوله، ولا امم. برضو عندنا زي انت عارفه انا بكلمك من مصر، فانا يعني حته ان احنا نشتغل دي بتبقى برضو فيها صعوبه، ان احنا نشتغل في المجال بتاعنا فيها صعوبه اكتر. فهل لا ده هناك في كندا الدراسه مثلا، لو انا حبيت ان انا امم. ادرس او حبيت ولادي مثلا، يعني انا عندي ولاد كبار، هل لو راحوا سافروا بسهوله قوي يلتحقوا بنفس المدارس؟ يعني مثلا في اه. مرحله الثانوي هل يروح برضو ثانوي عادي، ولا لا الواحد فاهم غلط؟ لا، هي طبعا هم اول ما بيجوا هنا طبعا اول حاجه هم بيهتموا بيها هنا التعليم للاطفال، مم. والتعليم برضو للكبار اللي لو انت حابة تتعلمي برضو بتتعلمي. الأطفال طبعا في أي مرحلة من المراحل هنا بيعملوا لهم الأول حاجة اسمها اختبار مستوى، تحديد مستوى الأول. وبعدين بيحددوا هم يدخلوا المرحلة اللي يدخلوها عشان يدخلوا ومتأسسين في اللغة كويس جدا، ويكبروا هنا وياخدوا زي ما بيقولوا كده الثانوية العامة الكندية. وبعد كده يعني لو جاي مثلا ابنك مثلا في مرحلة الجامعة، الانجليش بتاعه لو كويس مم. ويدخلوا الجامعة بيدخلوه طبعا على طول. لو الانجليزي بتاعه مش قوي طبعا بينزلوه
سنة لحد ما بياخد اللغة، وبعد كده يعني بيتأسس، بياخد الثانوية العامة هنا الكندية، وبعد كده بيدخل الجامعة على طول. هايل هايل. لا لا خلاص احنا كده بقى انت طب بصي بقى سؤال صعب جدا جدا جدا. طب اتفضل. الاكل اخباره ايه؟ الاكل المصري اخباره ايه عندكم؟ والله هو الأكل المصري هنا كنت بعمل بصراحة أكل مصري، وكان بيعجب هنا الناس، بيعجب الأجانب، وبيعجب الجنسيات العربية التانية. و... وكان فكرتي برضو ان انا اعمل مشروع صغير هنا، ليا يعني تراك فود مثلا، حاجة صغيرة واقدم فيها الاكلات المصرية بتاعتنا الجميلة اللي الناس هنا، يعني هنا يعتبر، بصي هقول لك يعني مش كل كندا فيها مصريين بيعملوا الاكل المصري. يعني انا كنت في يعني مدينة. مش هلاقي محل بتاع فول وطعميه مثلا ونخش نجيب شقه فول وشقه طعميه لا ما فيش هنا كل حاجة بتبقى مفيش الكلام ده. كله متخلف، كله هنا. لا لو انت بقى عايزه تعملي الحاجات دي بتعمليها طبعا في البيت. يعني الطعميه، التدميس، الفول، الحاجات دي هنا طبعا موجود، يعني ممكن تجيبيها لا لا وتعمليها. احنا مش عايزين في البيت ايه، كنا عملناها في مصر هنا. احنا بنشتري من عمو بتاع الفول، عمو شبندي وعمو طب والعيش البلدي اوعي تقولي لي مفيش فرنه والعيش كده محطوط اسمها ايه الاقفاص كده، وبناخد بصي، القفص كده والعيش سخن. مفيش لا لا الكلام لا ده. ما فيش ما فيش لا الكلام لا ده انت كده خالص. هتخليني هو في كده بقى هو هنسى العيش كلامي. هو العيش البلدي موجود، بس برضو مش في كل المقاطعات بتاعت كندا، يعني برضو المقاطعة اللي انا كنت فيها الاول كان فيها العيش البلدي، بس طبعا مش بيبقى السخن طبعا، بيبقى طبعا اتعمل واتشال في الفريزر لا وبتاخديه مجمد وكده. بس هنا العيش المنتشر قوي، او العرب اكتر بيستخدموه او بيعملوه اكتر، وبيبقى سخن وكل وكده وطازة، اللي هو العيش السوري. ده اللي اه موجود، ده اللي موجود. ده مش لا بيشبع ولا مش زي العيش المصري بتاعنا طب بصي بقى اكيد اي حد هيكلمك يا مدام هناء هيقول لك طب واخبار الفسيخ والرنجه؟ اوعي تقولي لي مفيش. هم في مصريين بيعملوا وبيشحنوا الحاجات دي للناس اللي هم عايزين، يعني بيعملوه في البيوت، ناس بتعمله في اه البيت وبتبيعه. لا خلاص بقى ده الرنجة تقريبا بتتباع، يعني في محلات بتبيع الرنجة، بس مش طبعا الرنجة بتاعت مصر وكده يعني. هي الحاجات كلها طبعا جاية بقى من دول مختلفة، يعني فبتبقى برضو مش بتلاقيها بطعم لا خلاص المصري. انا ممكن اجي عشان المشروع ده بس غيرتي بصراحه رأيك. كده وبصل اخضر وافتح محل فسخنجي. مش هيمشي، لان بالنسبة لهم هيكون بالنسبة للأجانب الأكل ده كده بايظ يعني، فبالنسبة لهم مش هيمشي الأكل ده. هم الأجانب، بصي هم بالأكل، الأجانب بيحبوا الأكل اللي هو الغريب شوية، الأكل العربي كمان. يعني هنا هتلاقي السوريين بيعملوا مشاريع، الفلسطينيين بيعملوا مشاريع، الأكل الفلسطيني والأكل السوري منتشرين جدا جدا في كندا. المصري مفيش طب خالص حلو قوي نيجي يعني. نكسر الدنيا بقى. فأنا نيجي بقى قلت فأنا كنت بعمله وكنت ببيعه بس من البيت. فأنا كنت هايل مشروع. عايزة فأنا كنت عايزة إن أنا يعني أعمله ويتشاف أكتر. فكان بالنسبة لي التراك فود ده هو اللي كان هيبقى متشاف، والأجانب كمان يشوفوه ويجربوه كده. طب ليكي بقى جيران مصريين ونبعت طبق محشي ويجيبوا لي طبق مش عارفه كنافه والحاجات دي هي بصي اقول لك على حاجه، هي ما عادش موجوده في مصر يعني عشان ما نضحكش على بعض برضه. يعني هي مش موجوده في مصر، بس عارفه انت برضه ايه، مم. لسه في شويه يعني شويه. بس اكيد يعني لو ليكي حد مصري جنبك اكيد يعني هتحسوا يعني هتدوا بعض الاحساس ان احنا اهل بقى. وطبق بالظبط. محشي طالع طبق لا هو ده لا في ممكن تعمليه مع أصحابك العرب، يعني أصحابك القريبين منك قوي، ممكن تعمليه، بس مش كل العرب يعملوا. يعني مش كل العرب بتلاقيهم بقى بيجيبوا لك وتودي لهم لا، يعني اللي بيبقى قريبين منك اكتر، اصحابك اكتر، اللي يعني بيعزوكي وبيحبوكي قوي، يعني بس دول عشان تحسي ان انت
في حد منِّك، في إمم. حد من بلدِك، في حد من عامةً حتى لو ما لقيتيش مصريين هتلاقي عرب، فتحسّي كده إن في بالضبط. انتماء، في حاجة فيها حاجة حلوة. هو في عرب، أنا بجد هو في سعيدة عرب في إن كل أنا عملت الجنسيات، وأنا كمان والله آه، مبسوطة جدًا، جدًا إن حضرتِك كلمتيني النهارده. أنا بجد اللي و أسعد يعني وفرحينا بقى بلايفات أكتر، يعني يا ريت تطلعي لنا كتير بحيث إن الواحد بجد بيعيش معاكِ أوي الوقت اللي بتطلعي فيه بنقضّيه معاكِ كده بتمتعينا، إن شاء الله، الله يعني يخلّيكِ. حاضر إن شاء الله هاطلع معاكم، بس هو طبعًا أنتِ عارفة الشتا بيبقى صعب شوية الخروج فيه، بس يعني الجو طبعًا، لمّا بيبقى كويس باطلع وباصوّر live وأودّيكم الأماكن اللي أنا باروحها والأماكن الجديدة هنا، أنا وهديل، وإن شاء الله بإذن الله هديل هتبقى معايا في الحلقات اللي جاية إن شاء الله، ونقدّم مع بعض إن شاء الله بإذن الله تسعدونا دايمًا البرنامج ده. حضرتك ومدام هدير تسعدونا كده باللافات بتاعتكم، إن شاء ومتشكرة الله. جدًا، جدًا على أنا اللي اهتمامِك يعني متشكرة، أنا اللي متشكرة